ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالنعم في القرآن الكريم. ربنا يذكرها لنا ويعرفنا إن كل حاجة هنسأل عليها. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا هنسأل عليها. البصر من ضمن نعم ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل خلقه لينا علشان نستعمله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كل ما هتمشي هتعرف وتتفكر وتتعلم وتشوف حاجات كتير بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك علشان تستعملها. ولكن مع كل هذه الاستعمالات لهذه النعمة الواحدة ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا برضو ولا تمدن عينيك. خد بالك، هذه الحاسة وهذه النعمة لها استعمالات ولها مخاطر، لأن هي تعتبر من ضمن البوابات اللي ربنا عملها لنا للقلب. البوابات اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا اللي تدخل الأشياء للقلب. العينين، الأذن، ممكن واحد يسمع صوت يدخل قلبه ويبدأ يخشع ويأثر على تفكيره ويأثر على حاجات كتير. وهكذا بالنسبة للعين، هتشوف حاجة على طول ممكن على طول تبقى سهم يدخل القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ولا تمدن عينيك. خد بالك وانت بتبص على الأشياء، اعرف انت بتبص عليها ازاي، وحدودك لازم تلتزمها، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم جيدا. ألا يعلم من خلق؟ هو اللي خلقنا وخلق لنا هذه النعم، ويعلم ان احنا لو ما استعملناهاش في اللي ربنا قال لنا عليه هتبقى تمثل بالنسبة لنا خطورة علينا وعلى قلوبنا وعلى راحة بالنا وعلى حاجات كتير. لو مديت عينيك لبره مش هتشوف اللي عندك، لو مديت عينيك لبره مش هتعرف تستمتع بالأشياء اللي ربنا اداها لك، وهتبقى طول الوقت عايش معذب وانت عندك أصلا نعم مش هتبقى شايفها، لأن العين اتمدت إلى خارج حدودها اللي ربنا أمرنا بيها. لما تغمض عينيك عما حرم الله فأنت المستفيد الأول من هذا الأمر، قبل ما نقول ان الطرف الثاني او الناس هتستفاد من ده طبعا. لان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم اللي بيسلم الناس منه، من اذاه، من شره، من عينيه، من حسده، من نظره، من اي شيء التطلع او النظر لعورات الناس بيؤذيهم. لكن غض البصر بيفيدك انت قبل ما تفيد الناس، بيفيد قلبك وبيفيد روحك. بيفيد القلب، بيخلي عنده نور يستقبل الانوار الربانيه من رب العالمين، يستقبل العلم، يستقبل كل شيء من رب العالمين سبحانه وتعالى، لانه بقلب نظيف. فكل ما تحافظ على قلبك اقفل منافذ الفتن، سواء كان سمع أو بصر أو غيره، كل ده هتسأل عنه أمام الله. اقفل المنافذ دي، هتحافظ على نفسك وهتحافظ على قلبك.